السلام عليكم، ايه الاخبار يا شباب؟ النهارده هنتكلم على الويب ديزاين في الشركات اليابانيه بيبقى عامل ازاي، وده ممكن يكون يعني زي بريف مثلا او ممكن حاجه تستفيدوا منها من الناس اللي شغاله في الويب سايتس، تصميمات الويب سايت سواء اليو اي او اليو اكس. ممكن دي حاجه تستفيدوا منها من التجربه اليابانيه. وبما ان انا شغال برضو في شركه ويب سايتس، تصميم مواقع في اليابان هنا، فانا هقول لكم على يعني البروسيس اللي بتمشي من ساعة ما بياخدوا البريف من العميل لغاية ما بيسلموا التصميم. أو الشركة يعني اللي أنا شغال فيها، ودي معظم يعني الشركات اليابانية بيبقى فيها 4 أشخاص أساسيين، وهم الراجل بتاع السيلز، والراجل اللي هو الدايركتور، والديزاينر، والديفلوبر. هم ال4 أشخاص دول أساسيين في تقريبا معظم الشركات اليابانية، بتبقى قايمة على ال4 دول. ال4 حاجات اللي هنتكلم فيهم، أول حاجة إن هو الراجل بتاع السيلز اللي هو بيبقى في الشركة، اللي هو ده بقى أول واجهة الشركة، يعني أول شخص هو بيتعامل بقى بيجيب العميل. يعني ده بيقدم للعميل عرض سعر معين الشركة عاملاه. عادة هنا في اليابان عرض السعر بيبقى مثلا إيه، العميل عادة اللي عايز لسه يعمل ويب سايت جديد للشركة اوريدي عنده، سواء ويب سايت للشركة أو ويب سايت للريكروتنج. لأن هم بيعملوا هنا إيه، لما بيبقوا عايزين يوظفوا حد بيبقى في ويب سايت منفصل بتاع الشركه، بس منفصل عن الموقع الاساسي اللي هو اسمه ريكروتنج سايت. ده الشركه بتعوز تعمله لما بتبقى عايزه توظف ناس، اللي عاده هنا في اليابان بيوظفوا كل سنه، يبقى في توظيف كده زي الناس اللي هم الجداد وكده يعني، سواء في الشركات الناشئه او الشركات القديمه الكبيره يعني. فالريكروتنج سايت ده مهم جدا من ناحيه الكونسبت اللي هم بيختاروه. يعني اول ما انت تفتح الويب سايت فبتلاقي مثلا كونسبت كده، اللي هو مثلا ايه، مثلا هتطير في السماء معانا، مش عارف ايه، حاجه كده، ايه كلمه تشدك، تبقى انت عايز تعرف ايه الشركه بتعمل ايه الشركه دي، بتحببك في الشغل حتى في الشركه قبل ما انت هتقدم لهم، علشان طبعا تجذبك ليهم. فالكونسبت دون او اللي هو الكلمه الاساسيه الرئيسيه في الويب سايت ده، اللي بيصممها او اللي يفكر فيها هو الراجل بتاع السيلز ده. فبيفكر مثلا في كونسبت معين، هو طبعا بيدرس الشركه كويس جدا قبل ما يقدم لها طلب السعر، وبعد كده بيعمل لهم زي بريف كده او الكونسبت، بيبقى 3 4 مثلا. الشركه هنا هتقتنع مثلا، لا والله حلو ده، تمام، فكره جميله، مش عارف ايه، خلاص اشتروا. المرحله التانية اللي هي بعد موافقه العميل على الكونسبت او العرض السعر اللي اتقدم له من الراجل بتاع السيلز، بنيجي بقى المرحله التانية، مرحله الراجل بتاع الدايركتور. وده بقى اللي بيتكلم مع العميل من ناحيه التفاصيل في الموقع. يعني انت مثلا عايز الواير فريمز دي تبقى فيها قد ايه، عايز كام صفحة، عايز فيديو في المقدمة ولا لا مش عايزه يبقى عامل ازاي. العميل بيفضل يقول له مثلا والله انا شفت ويب سايت الفلاني عجبني فيه والله كذا، انا عايز حاجة شبيهة بدي. فبيقعد يتكلموا. المرحلة دي اسمها الهيرنج، الاستماع، في ما بين العميل والدايركتور بس، ما بيخشش لا ديزاينر ولا بيخش الديفلوبر خالص، ولا همش دعوه بيها بالمرحله دي خالص. في مرحله الهيرنج دي بينتج عنها تحديد ميعاد النشر. انا عايز مثلا الموقع يبقى جاهز شهر كذا يوم كذا، 1 2 عايز الموقع التيست معين بتاع الموقع يبقى كذا، عايز مثلا يبقى فيه illustration كتير، عايز فيديو اكتر، مش عارف ايه، بيتحدد. تالت حاجة بيتحدد الواير فريمز بتاعة الموقع نفسه، اللي هي دي بتتسلم للايه، للمرحلة التالتة وهي الديزاينر. بس قبل المرحلة التالتة ما بتيجي، يبقى في اجتماع ميتنج ما بين الراجل بتاع السيلز، الراجل ديريكتور، بعد الديزاينر، بعد كده ايه الديفلوبر. الاربعة بيقعدوا مع بعض، بيعملوا ميتنج حوالي مثلا نص ساعة، ممكن بيوصل احيانا في ساعة لو يعني بروجكت كبير جدا يعني. فبيقعدوا مع بعض. اولا الراجل بتاع السيلز بيقول يا جماعه احنا خدنا الشغلانه دي بكذا، بيقول السعر عادي جدا قصاد الموظفين كلهم، والله العميل طالب مننا ان احنا نعمل كذا كذا مثلا، تمام. العميل عايز الحاجات دي قبل اليوم، يعني عايز الانطلاق بتاع الويب سايت يبقى يوم كذا. يجي الراجل بتاع الدايركتور يقول لك والله يا جماعه العميل قعدنا معاه وبتاع، واللي هيبقى مثلا الويب سايت 10 صفح، 20 صفحه، وهكذا. وعايزين نحدد بقى مع الديزاينر والديفلوبر هتقدروا تعملوا الكلام دون في قد ايه وقت. فكل واحد فيهم بيقول انا مثلا ديزاينر مثلا هناك، فبقول والله انا محتاج على التوب بيج مثلا
هحتاج فيها اسبوعين او اسبوع مثلا، انا اللي بحدد الكلام دون. بناء عليه هو بيعمل السكيدجول بقى ايه بتاع من ساعه يوم اللي هو مقابله العميل والميتنج معاه الى نهايه السكيدجول كله اللي هو تسليم الويب سايت. فانا بحدد مثلا 10 ايام، واللي بعديه اللي هو الديفلوبر بيحدد والله انا عايز 15 يوم مثلا. طبعا ايه انت بتختلف من كل عدد الصفح بتاعه الويب سايت، او سواء ان هو عاوز بامفلت مثلا او فيديو مثلا للشغل او الشركه بتاعته. طبعا ده بتبقى سكيدجول تاني بيتحدد برضو تاني، يعني سكيدجول ويب سايت، سكيدجول مثلا لو في فيديو او لو في مثلا ايه حاجه برينتنج يعني. ورابع حاجه وهي الاخيره بقى هي بدايه الشغل نفسه. بدايه الشغل ان دلوقتي كديزاينر بستلم الواير فريمز من الدايركتور هو مسؤول عن ان هو يكريت الواير فريمز دي تبقى جاهزه، وبستلمها انا منه. بيشرح لي فيها نقط معينه هو العميل عايز يعمل فيها حاجات معينه، لو ما فيش بيدهاني زي ما هي وانا باخدها، هي بتبقى زي سوليد كده حاجه واير فريمز عاديه جدا. الديزاينر بقى بيبدا ان هو يصمم بقى ايه الكلام دون. وهنا بقى بتختلف البرامج بقى كلها، لكل ديزاينر هو بيستريح لبرنامج معين وبيشتغل عليه. يعني احنا مثلا في الاول كنت بشتغل على الفوتوشوب بس، احنا بعمل بي اس دي هي فوتوشوب ومش عارف ايه، وكان طبعا تقيل في الاول ومش عارف ايه، وما كانش لسه فيجما يعني بقى زي دلوقتي ممتاز يعني. بعد كده اتنقلنا على برنامج الاكس دي، وبعد كده دلوقتي فيجما. اعتقد اغلب يعني الويب ديزاينرز بيستخدموا الفيجما، لان هو برضو سهل في ان انت تعمل الواير فريم، وهو من نفسه تقدر ان انت تصمم او تعمل التصميم اليو اي بتاع الويب سايت. فده شيء ممتاز طبعا. بالنسبه للفيديوهات بقى، الفيديوهات يعني في الشركات عاده اليابانيه بيستخدموا الادوبي بريمير مثلا او الافتر افكت. بس انا اللي بدات في الشركه عندي ان انا يعني عرفتهم بالفاينل كات برو، لان هم عاده ما بيستخدموش، لان هو بتشتريه اصلا غالي يعني. فانا تطوعت يعني ان انا ايه جبته عندي على الجهاز يعني، وابتديت ان انا اعرفهم عليه وكده، وعملت بيه حتى اول فيديو وانبهروا جدا بيه. ويعني ايه ابتدوا يدخلوه برضو ايه يعني واحده واحده مع الشغل. طبعا سواء الديزاينر طبعا هيعرف يشتغل عليه او لا، فدي بترجع له هو، لان هو ايه القايم بيبقى مسؤول على البروجكت ده لغايه ما يخلصوا للنهايه. بس وده كان فيديو سريع عشان برضو ايه كنت عايز اشرحه من زمان ان هو ازاي البروسيس بتمشي في الشركات اليابانيه بالنسبه لتصميم المواقع. فلو عندكم اي استفسارات او عايزين تعرفوا حاجات معينه ازاي بيعملوها، ازاي بيمشوا فيها، ازاي اليابانيين بيفكروا في حاجه زي كده مثلا من وجهه نظر مثلا مختلفه، ابعتولي في الكومنتس، وان شاء الله هرد عليكم في اسرع وقت. اشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.